على الجانب الآخر الهلال أيضا يعبر سبهان الإيراني. مشكلة الهلال يعطيك أمل بعدين يجلدك. هذه مشكلة الهلال، يعطيك أمل خليك تتقدم تقول ها 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 بعدين يجلدك بالثلاثة. تبي تشوفها؟ شوف اليوم اللي صار في المملكة أرينا، الله لا يحطك قدام الهلال. 15 دقيقة بس، 15 دقيقة كأني أشعر بحارس ومدافعين سبهان يقولون ايش اللي جابنا في هالدوامة. إبراهيم العنقري، كيف شايف تأهل الهلال اليوم؟ طبعا يا ابو بدر انت قلت 15 دقيقة، لازم نعرف انه هذه ال 15 دقيقة تراها متكررة في كل مباراة، لان اسلوب الهلال هذا السريع والقوي بدنيا هو ما يرهق الفرق، وتشوف ان الفرق في اخر 20 دقيقة مي نفسها في الشوط الاول وفي بداية المباراة، وهذا شيء طبيعي عندما تكون انت تلعب بالسرعة طوال 90 دقيقة. اليوم المباراة صعبت لاسباب، اولها انه عدم تعامل الهلال مع اندفاع سبهان بالطريقة المناسبة، 2 فقدان السيطرة على وسط الملعب، و3 أخطاء التمرير متكررة. إن نعرف اليوم سبهان طبيعي جدا ليس لديه ما يخسره، لذلك هو مندفع ويلعب ضغط عالي وأيضا متقدم دفاع، لذلك الهلال أصبح يلعب معه ببناء من الخلف، وهنا المشكلة أنه انضغط مدافعين لاعبي الهلال كلهم في منتصف الملعب في 30 متر، لم يستطع محمد كنو أو حتى أي لاعب من لاعبي الهلال استلام الكرة تحت هذا الضغط، وكان المفترض أن الهلال يلعب الكرات الطويلة، يعيد فريق سبهان إلى منطقته ويستغل المساحة الفارغة في الخلف، ولكن هذا لم يحصل، وأصبح الهلال مضغوط طوال الشوط الأول حتى سجل فريق سبهان الهدف. فقدان السيطرة على وسط الملعب لأسباب، أولها أنه المساحة الضيقة اللي لعب فيها جميع اللاعبين لا يستطيع فيها أي لاعب أن يمسك الكرة ثم يعمل الدوران ليستطيع البناء، لذلك كان المفترض أن هذه المشكلة تحل بكرات طويلة لا يحرج فيها محمد كنو. لاحظ أن وسط الهلال لم يستطيع المقاومة، وكان خسارة الكور مشكلة كبيرة عانى منها الهلال. لما نتكلم عن أخطاء التمرير يعني عفوا إبراهيم، يعني وسط الهلال تأثر اليوم بغياب سافيتش 100%. تأثير سافيتش كبير جدا، لأنه في شيء في كرة القدم مهم جدا يا أبو بدر، اللي هو القرار داخل الملعب. أحيانا المدرب مثلا يطلب منك تكتيك معين، هذا التكتيك عملته مرة مرتين ما نجح معك، لذلك اللاعب عنده قرار. يعني سافيتش نيفيز المفترض أنه كان اللاعب يتخذ المبادرة، الآن أنت مضغوط وكل كراتك تفتك لأنه فريق داخل عليك في ملعبك ويضغطك في مساحة ضيقة، العب الكرات الطويلة. هذه كانت مشكلة تسببت على أنه اليوم الهلال لم يستطع. أيضا لا نغفل الأخطاء المتكررة، حسان تنبكتي في التمرير، أيضا ياسر الشهراني ومحمد كنو. هذه المشكلة دائما ما تضرب في الفريق الذي يبني من الخلف، لأنه أنت لما يكون عندك أخطاء في ملعبك تمرر الكرات خطأ في ملعبك، هنا تكون الانتكاسة عليك خطيرة جدا، والكرات المفتكة تشكل خطورة على الهلال. ياسين بونو أنقذ في كم كورة، أيضا الفرص الضائعة اللي حقيقة كانت قادر الهلال أنه ينهي المباراة من أول 30 دقيقة، ولكن الهلال أعاد وجعل سبهان في المباراة لأنه أضاع فرص كثيرة. نقول مبروك للهلال هذا الفوز. أيضا الآن الهلال 23 انتصار، يجب أن يحافظ على هذه السلسلة، لأن حقيقة من الصعب أن تصل إلى هذا الرقم. تفتح دولاب الهلال تلاقي دوري أبطال آسيا، دوري أبطال آسيا، دوري أبطال آسيا، دوري أبطال آسيا 4. متى ال5 يبدو أن التحميل قد بدأ. دور الثمانية راح تكون مبارياته على النحو التالي: يوم الاثنين 4 مارس القادم العين الإماراتي مع النصر في العين، ويوم الثلاثاء 5 مارس الهلال مع الاتحاد في الرياض. الإياب يوم الاثنين 11 مارس النصر السعودي مع العين الإماراتي في الأول بارك في الرياض، والثلاثاء 12 مارس الاتحاد مع الهلال في ملعب الجوهرة. هذه مباريات دور الثمانية لدوري أبطال آسيا. الهلال مع الاتحاد راح يلعبون 3 مباريات في 12 يوم، بيلعبون مع بعض 3 مباريات في 12 يوم. الهلال مع الاتحاد بيلعبون الجمعة القادمة 1 مارس، بيلعبون في الجولة 22 من دوري روشن في ملعب المملكة أرينا في الرياض. يوم الثلاثاء 5 مارس راح يلعب أيضا الهلال مع الاتحاد في نفس الملعب في ذهاب ربع نهائي أبطال آسيا. أعتقد أن الاتحاد يمكن يعسكر في الرياض الفترة هذه، صعب يروح ويرجع بس في مسافة فترة قصيرة. بعد كذا الثلاثاء 12 مارس الاتحاد مع الهلال في إياب ربع نهائي أبطال آسيا في ملعب الجوهرة. محمد الشيخ
صعب أظن فريق يفوز في الثلاث مباريات، فريق واحد. والله لا، ما اشوف صعبه انه الهلال يفوز في الثلاث مباريات، لا ما اقول هذا من منطلق التقليل. اموت في الحياد، انا احب الحياد اللي كذا. ايه والله يا ابو بدر قمه الحياد، ولو تصالح اي اتحادي مع نفسه يعرف انه في فوارق فنيه، وبالتالي نعم اتوقع ان يفوز الهلال في الثلاث مباريات، كما اتوقع ان قد يتعثر في مباراه، ولكن ان نعكس الموضوع ان نقول ان يفوز الاتحاد في الثلاث مباريات، اتوقع هذا هنا نقول الصعب. لماذا صعب؟ لأن أولا أفضلية الهلال أثبتها طوال مباريات الموسم سواء في الدوري أو دوري أبطال آسيا، فيما لم يثبت الاتحاد على الأقل في مباريات الدوري أنه عنده هذا النفس الطويل. الأمر الثاني قدرة الهلال على التدوير، وباعتبار أنه عنده دكة احتياط يعني سخية، بينما الاتحاد لا يعاني ولا زال يعاني، بدليل أن يدخل فيصل غامدي وسعد الموسى واحمد الغامدي الى التشكيله الاساسيه في الوقت اللي كانوا هم احتياطيين في الاتفاق. هذا معناته انه الدخول الى القائمه الاساسيه في الاتحاد مش صعب، لكن انا اقول تظل مباريات صعبه، تظل مباريات خروج المغلوب، قد تجينا ايضا كاس الملك وتزيد الصعوبه اكثر واكثر لو تلاقى الفريقين، وبالتالي اعتقد انه هذا قدر الكبار. يظل احنا اليوم امام ربع نهائي يضم اثنين من اهم انديه القاره، اثنين محققين 6 بطولات دوري ابطال اسيا، 4 مقابل بطولتين، اثنين يضمان لاعبين كبار من كبار العالم. حينما نتكلم عن وجود بنزيما وكانتي وفابينيو في الاتحاد، هذه اسماء كبيره كانت تلعب دوري الابطال. في المقابل تتكلم عن اليوم متروفيتش وسافيتش ونيفز وبونو، اسماء ايضا لها ثقلها في الهلال، وبالتالي احنا امام مشهد راح تترقب القاره فضلا عن المشاهد السعودي. حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الفوز على ناظره سبهان أصفهان الإيراني ب3 أهداف مقابل هدف واحد في إياب الدور الثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا. وكان نادي الهلال قد حقق الفوز على ناظره سبهان الإيراني ب3 أهداف مقابل هدف في مباراة الذهاب للدور ذاته، ليتأهل نادي الهلال بمجموع اللقاءين 6 أهداف مقابل هدفين. وبهذه النتيجة ضرب نادي الهلال موعدا ناريا مع منافسه نادي الاتحاد السعودي في كلاسيكو آسيوي جديد يجمع بين الفريقين في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا. وتعرض سيافاجي أزداني إلى الطرد من المباراة ضد نادي الهلال بالبطاقة الحمراء في أحداث الدقيقة 71 من زمن المباراة، وقام اللاعب بالإشارة بيده إلى جمهور نادي الهلال، حيث أكد أن فريقه متقدم بهدف دون رد خلال خروجه من الملعب. ويأتيه الرد سريعا من سالم الدوسري من خلال تسجيله لهدف التعادل في الدقيقة 77 من زمن المباراة، ليوسع الفارق في نتيجة الذهاب والإياب إلى 4 أهداف مقابل هدفين. وبخصوص البطاقة الحمراء التي تعرض لها لاعب سبهان أصفهان الإيراني، حسم الخبير التحكيمي عمر المهنا بتصريحه لصحيفة الشرق الأوسط عن البطاقة الحمراء التي حصل عليها لاعب الفريق الإيراني حينما كان فريقه متقدم في النتيجة بهدف مقابل لا شيء. وأكد الخبير التحكيمي أن تدخل حكم الفيديو المساعد مثالي، وبعد مراجعة الحالة أشهر الحكم بطاقة حمراء لمدافع الفريق الإيراني، وكان قرار صحيح لتوفر جميع عوامل الطرد في الحالة، وهي السيطرة وعدد المدافعين والاتجاه والمسافة. وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسى عزيزي المشاهد دعمنا بلايك وشير للفيديو، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.